أهلا وسهلا بكم في قناة أحمد شعبان. تجد في هذه القناة كل شيء متعلق بالتوك توك. مصرع سائق توك توك على يد جاره بإمبابة شهدت منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة حادثا مأساويا، حيث لقي سائق توك توك مصرعه على يد جاره الذي سدد له عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد إثر نشوب خلافات بينهما على أولوية المرور. وقالت والدة المجني عليه إنها في أثناء وقوع الحادث كانت نائمة في المنزل واستيقظت على صوت صراخ، وعندما سألت عما حدث أخبروها أن نجلها توفي وجرى نقله إلى أحد المستشفيات، وأضافت أنها توجهت على الفور إلى المستشفى وهناك رأت جثة نجلها في المشرحة، حيث علمت أنه لقي مصرعه على يد جاره الذي أنهى حياته لخلافه معه على أولوية المرور في الشارع. ومن جانبها أشارت شقيقة المجني عليه إلى أن المتهم اعتدى على شقيقها بواسطة سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات في مختلف أنحاء جسده إثر خلاف على أولوية المرور، مضيفة: أخويا كان ماشي بالتوك توك بتاعه والمتهم كان عاوز يعدي بالموتوسيكل الأول قبل أخويا، مسكه وضربه بسلاح أبيض وموته في الشارع. شكرا لكم على المشاهدة يا أحلى متابعين. سلام.